يا صباح الفل والهنا والفرح والنعيم وكل حاجة حلوة على عيونكم يا رب، وكل حد بيتمنى حاجة ربنا يحققها له يا رب، اللهم امين. ويلا بينا بقى. الفيديو ده حماسي جدا، في حاجة قلبت لي المطبخ كده رأسا على عقب، خلته بجد تحفة وبقى شيك قوي. وفي روتين جامد جدا 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 للبوتاجاز، وفي أكلة سهلة جدا وكلنا بنحبها، بس هعملها لكم بطريقة حلوة قوي وعظمة. هنعمل ايه بقى مع بعض النهاردة؟ جبت ستارة للمطبخ تحفة جدا وما كلفتنيش حاجة خالص. بس قبل ما نركب الستارة وتشوفوا شكلها، كنت بمسح الحيطة اللي فيها الشباك بتاع الستارة دي. كله عبارة عن جنب البوتاجاز، ففي بقى دهون وكده، فجبت سترس كنت برش على الحيطة، وبعد كده اسيبه دقيقتين وامسح الحيطة عادي جدا. الفوم الحجري ده طلع حلو قوي، عشان اللي بيسألوني لما بتشوفوه على انستجرام وكده، طلع حلو قوي وعملي وبيتمسح بسهولة. باقي المطبخ عندي بمسحه عادي بسبونشة وصابون سائل، بس الحيطة اللي جنب البوتاجاز مباشرة دي اللي هي فيها شباك الستارة، دي سيئة جدا جدا جدا، وبتلم بقى دهون البوتاجاز وكده. فعشان كده بتحتاج ان هي ايه، بتحتاج ان هي يعني تبقى محتاجة سترس او حاجة تشيل الدهون. تمام. فغسلت الحيطة اللي جنب البوتاجاز واللي جنب الستارة كلها، نضفتها بسترس. وبعد كده جيت انضف البوتاجاز برضو. كان عندي بقى، طبعا انتوا عارفين ان انا بقالي فترة طويلة عند ماما وكده، فيعني في ابداعات في الطبخ بتحصل وانا مش موجودة، وبيبقى بقى فيه دهون. فطبعا ايه، فتحته بقى كده ان انا اغسله غسلة عميقة كويس. بس للأسف العين الكبيرة دي كان تحتها محروق جامد، فمش هتنفع من أول مرة ان هي ترجع كأنها جديدة كده. ففضلت بقى أعمل فيها كتير جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. ليه بعمل فيها كتير؟ طب ما تحطي حاجة مزيلة للدهون. لا، مش هحط اي حاجة على البوتاجاز مزيلة للدهون ابدا، واوعوا تحطوا. حقيقي بوظ الاستانلس وخلى البوتاجاز كأنه مثلا يعني بقاله 100 سنة وهو لسه جديد، وكان غالي وقيم وكده، وهو استعماله معايا حلو قوي اللهم بارك. لكن كان مثلا مصطفى وانا مش موجودة بيحط عليه حاجات، لان كنت فترة قاعدة سنة مش في البيت، فكان بيحط عليه حاجات اللي هي مذيبة للدهون، السيف والحاجات دي. خلت البوتاجاز الستيل بتاعه يبقى باهت كده ومش بيلمع زي الاول. تمام. فحرمت ابدا، عمرنا ما عدنا نحط اي حاجة على البوتاجاز ابدا من المواد دي. اخركم في البوتاجازات صابون سائل والسلكة، او لو مش محتاج ما فيهوش دهون يبقى الصابون السائل والاسبونشة وبس. حقيقي وبس. والمراية بتاعة البوتاجاز ممكن تستخدموا اي جلانس، ده تمام امان برضو. لكن الحاجات بقى اللي هي سترس وسف والحاجات دي كلها بلاش تتحط على اي ستيل، نصيحة من اختكم اللي جرب. المهم كل ده كنت بغسله بالصابون السائل عادي والاسبونشة، وبعدين برجع امسح بالفوطة الميكروفايبر. كنت عايزة الم بقى الحوامل اللي هي بتاعت العيون دي واحط عليها بيكربونات وكده وانضفها، بس ما كانش عندي بيكربونات وما كنتش لسه جبتها. وجيت بقى للعلقة بتاعت حوامل البوتاجاز الزهر. كل اللي بوتاجاز وفيه حوامل زهر عارف قد ايه تنظيفها صعب وعلقة حقيقي. فجبت السترس بس اخدتها على البانيو، ضروري ما تبقاش تحتيها اي حاجة ستيل ولا حتى حوض المطبخ، لان اي حاجة ستيل هينزل عليها السترس هيدمرها حرفيا. وسبته عليها كده حوالي ساعة، لو انتوا شايفين هتلاقوه اصلا نزل الدهون قبل ما ارش المية وقبل اي حاجة. وجيت بالفرشة الصفرة دي وبرضو بالسلكة عشان للأمانة، لأن الحوامل كانت مليانة جامد. فضلت بقى أدعك فيها كده بالسلكة وبالفرشة دي، ولحد ما بقت زي الفل. خلاص بقى حطيت البوتاجاز والحوامل والدنيا بقت عندي نضيفة والحيطة وكله. جينا بقى ايه، نعمل الستارة. الراجل الستارة عندي المكان الشباك يعني مساحته 72 في 72، فجبت ستارة متر وخليته عملها لي بكورنيش. بصراحة كنت قايله له على كورنيش شكل تاني كده، بس هو عمل الشكل ده وطلع حلو برضه، تسلم ايده. وخلصها لي بسرعة وجابها لي بالعلاقات بكل حاجة. سألني عايزة شريط مثلا او كده، قلت له لا انا عايزة ده. كده هتبقى برضو شغالة وحلوة كده. الحلقان لونها سيلفر والماسورة مع ستايل الوان الستارة والوان المطبخ، لا هتبقى حلوة كده. كمان انا عندي الشباك مش كبير، فما بعتمدش عليه بقى ان هو يفتح يجيب اضاءة والاجواء دي، لا خالص.
بس اقصى حاجة عندي باخدها منه الهوا والتهوية وكده. بس اتكلفت كام سعر القماش ده؟ كان 65 المتر، وانا جبت متر واحد، والراجل اخد مصنعية ايده 50 جنيه، وجابها لي حقيقي بالحلقان بالشريط بكل حاجة. وعايزة اقول لكم فرقت جدا 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 في المطبخ، نقلته في حتة تانية وخليته شيك كده. غير الستاير اللي هي بتبقى بتتشرى جاهزة، اللي هي بتبقى بلاستيك دي والاجواء دي مش بتبقى حلوة خالص. فالستارة حقيقي فرقت ونقلت المطبخ في حتة تانية كده وخلته، يعني عارفين كده مطبخ قيم كده. وبعدين بتفتح النفس، واحنا بنبقى محتاجين بالذات في المطبخ حاجات تفتح النفس كده عشان نقف مرتاحين ونخلص بقى كل اللي احنا عاوزينه وكده. كمان الحيطة اللي جنبيها دي الفترة الجاية عايزة اعمل لها ارفف او اي حاجة للتوابل مثلا او كده. منها اخفف الرخامة، ومنها يبقى في اي حاجة ديكور او كده في الحتة اللي جنب الستارة دي. ابقوا قولولي رأيكم برضو اعمل ايه، محتاجة اعمل ايه فيها وكده. خلاص بقى خلصنا تعليق الستارة ونضفت حيطة البوتاجاز، والبوتاجاز بقى زي الفل، مفيش اطباق ولا مواعين ولا حاجة، كل حاجة عندي نضيفة. جيت بقى نعمل الغدا مع بعض. كان اليوم ده الغدا كان حواوشي، وحقيقي بعمله بيطلع جامد قوي. الطريقة سهلة وما فيهاش اي حاجة، وممكن تفرزيه عادي وتبقي تطلعي في وقت ما تحبي برضو تعمليه في اي وقت. حقيقي سهل وحلو قوي. جبت بصلتين كده، كنت اليوم دوت عاملة نص كيلو لحمة عليهم البصلتين دول، وفلفلاية صغيرة. ما تكتروش فلفل علشان بيخلي ريحة يعني بيخلي طعم الحواوشي كله كأنه بقى فلفل، فاهمين؟ اللي هو الفلفل الاخضر الرومي. طبعا لو حد بيحب الحاجات مشطشطه وكده ممكن تحطوا الفلفل الحراق براحتكم، يعني موضوع الشطه ده بيبقى براحتكم، بس انا ما بحبهاش. فرمت البصلتين دول، نوع الكابة مونوليكس، حلوة قوي ومريحة وبتسهل عليا الدنيا. وكنت فارمة الفلفلاية، وريتها لكم اهي في اللحمة وحطاها فيها اصلا قبل ما احط البصل يعني. عادة ببقى اعمل الفلفل مع البصل على طول مرة واحدة، بس كان ساعتها ما عنديش بصل ولسه البصل جاي، فاهمين؟ ضربت دي الاول ودي بعديها. وبعد كده بحط ملح وفلفل اسود، ولو عندكم توابل حواوشي حطوا. انا ما بحبش يعني، جربت كذا مرة حطها كده كل فين وفين، لكن بحس ان هو طعمه بالملح والفلفل الاسود بس بيبقى حلو قوي برضو. وجيت بقى ظبطت المكان جنبي كده، حطيت طبق فيه زيت واجيب الفرشة بتاعة الزيت والعيش والصينية. يعني بصوا، لما تيجوا تطبخوا اي حاجة او تعملوا اي حاجة عموما وبالذات في المطبخ او عموما، يعني جهزوا الحاجة كده جنبكوا عشان ما تفضلوش تلفوا حوالين نفسكم، بتحسوا ان انتوا خلصتوا الحاجة في ثواني كده وانتوا واقفين. وابتديت افتح العيش بقى، افتحه بالمقص. حقيقي المقص لما بتيجوا تفتحوا اي عيش عموما حتى لو فينو او كده بيديله شكل حلو كده يفتح النفس. فتحت العيش كله، وبعد كده جيت عجنت الحواوشي حلو قوي عشان كل حاجة تدخل في بعضها. ابتديت بقى بالفرشة كده ادهن الرغيف من جوه، واحط فيه اللحمة الخلطة بقى بتاعت الحواوشي، وهكذا في كل بس ضروري بططوه كده، بططوه حلو وحشوه حلو بقى كده بتبطيطة كده جميلة. حقيقي والله العظيم بجد من الاكلات اللي انا بعملها حلوة قوي، واللي الطريقة دي حلوة قوي. جيت بقى بعد كل اي حاجة اكلة فيها لحوم، غسلت بقى الرخامة كويس قوي بالصابون، وبحط برضو الخلطة اللي انا كنت عاملاها قبل كده قلت لكم عليها، بتخلي بقى الرخامة وكل حاجة ريحتها زي الفل. وابتدي بقى ارص الحاجات تاني بتاعتي، وبسيب بقى كده الحواوشي احطه بقى في اكياس واحطه في الفريزر. اليوم ده كنت هعمله في نفس اليوم، بس انا عامله الكلام ده من بدري قوي، يعني اسيا راحت الحضانه وجيت عملت الكلام ده، فقلت ايه اشيله في الفريزر لحد ما نيجي نتغدى بقى، بنتغدى متاخر ابقى اخرجه اعمله. لو انتوا بقى حابين تسيبوه في الفريزر عادي مفيش مشكله، تسيبوه ان انتوا ايه وقت ما تحبوا تطلعوه بطلعوه. جيت هنا بقى اسوي، رحت مطلعاه اهو. جبت الجريل وبجيب طاسة بحطهم الاتنين جنب بعض. الأول كنت بسوي بطريقة تانية، بحطه في الفرن، وكان بيقعد بقى ساعتين والف فويل وحوارات كده. بس الاء حبيبتي ربنا يخليها لي صاحبتي قالت لي على الطريقة دي، قالت لي ايه اعمليه على الطاسة بيطلع احلى، وفعلا بقيت اجربه على الطاسة بقى يطلع اجمد. فجربوه ووطوا عليه النار لحد ما يستوي كده، بيبقى زي الفل وبألف هنا. ويا رب تكون عجبكم الفيديو. يلا باي باي.